ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، جوج الأندية من أكبر الأندية في أوروبا غادي تقابل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، قمة أوروبية جديدة بين عملاقين من أكبر الأندية العالمية. مواجهة بين فريق كيعتمد على الخبرة الأوروبية والتحولات السريعة، وفريق كيلعب أسلوب الضغط العالي والهجوم المستمر. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اخطر اللاعبين اللي ممكن يحسموا المباراة، ومن بعد غادي نحلوا طريقة لعب الفريقين ومفاتيح الفوز. في هذه المباريات الكبيرة الجودة الفردية كتكون حاسمة، ونبداو بريال مدريد. نبداو بجود بيلينغهام، لاعب كيصنع الفريق بين الخطوط وكيعطي حلول هجومية. اما بالنسبة لفينيسيوس جونيور، احد اخطر اللاعبين في المرتدات بسبب السرعه ديالو والمراوغات. بالنسبه لفيدريكو فالفيردي، لاعب مهم تكتيكيا، كيساعد دفاعيا وهجوميا. في المقابل عندنا بايرن ميونخ، فريق كيعج هو بالنجوم. هاري كين، مهاجم من الطراز العالمي وكيعرف يسجل من اصعب الفرص. يلا رجع من الاصابه ونسبه كبيره غادي يبدا المقابله اساسي. موسيلا، لاعب مهاري كيقدر يخلق المساحات ويفتح الدفاع. وندوزو دابا لطريقه لعب ريال مدريد. في المباريات الاخيره كيلعب غالبا ب 4-3-3 او 4-4-2 مرنه. الفريق كيحاول يسيطر في وسط الميدان، ولكن القوه الحقيقيه ديالو هي التحولات الهجوميه السريعه. ريال مدريد ما كيحتاج استحواذ كبير باش يكون خطير، كيتسنى اللحظه المناسبه ويضرب بسرعه. نقاط القوه: الخبرة الأوروبية، التحولات السريعة، الجودة الفردية كيف ما قلنا قبيلة، الفعالية أمام المرمى. بالنسبة لنقاط الضعف: بعض الأخطاء الدفاعية، ترك المساحات، عدم الاستقرار في بعض الفترات. رغم أن ريال مدريد كيعاني في لا ليغا، ولكن في دوري أبطال أوروبا يقدر نشوفوا فريق كيختلف بشكل كبير على اللي كنشوفوه في لا ليغا. وندوزو دابا الفريق بايرن ميونخ وطريقة اللعب ديالو كالتالي. غالبا كيلعب ب 4-2-3-1، كيعتمد على الضغط العالي والاستحواذ وفرض نسق سريع. الفريق كيضغط مباشرة بعد ضياع الكرة باش يمنع الخصم يبني الهجمة. نقاط القوة: قوة هجومية، خلق فرص كثيرة، ضغط عالي، تنوع الحلول. بالنسبة لنقاط الضعف: المساحات وراء الدفاع، خطر المرتدات، والمخاطرة الهجومية. المواجهة واضحة تكتيكيا، بايرن ميونخ غادي يحاول يسيطر، ريال مدريد غادي يحاول يستغل المساحات. إلى نجح بايرن ميونخ في الضغط يقدر يتحكم في المباراة، وإلى ريال مدريد خرج من الضغط المرتدات غادي تكون خطيرة بزاف. مفاتيح الفوز: ريال مدريد الخروج من الضغط، استغلال المرتدات، الفعالية أمام المرمى، والتركيز الدفاعي. بالنسبة لبايرن ميونخ، ضغط قوي، السيطرة على الوسط، تسجيل هدف مبكر، وتجنب المرتدات. في الأخير مباراة بحال هذه كتحسب بالتفاصيل الصغيرة. الفريق اللي غادي يكون أكثر تركيز ويستغل الفرص اللي كيجيوه هو اللي غادي يكون الأقرب للفوز. كيف ما قلت قبيلات، هذه قمة أوروبية، الفريقين بجوج غادي يقلبوا على الانتصار ديالهم. انا كنشوف على بان غادي يكون ماتش صعيب صراحه. توقع النتيجه ما غاديش يكون سهل، لان كيف ما تنعرفوا ريال مدريد تعاني شويه من عدم الاستقرار، هزائم متردده. في الجهه الاخرى بايرن ميونخ غادي في سلسله الانتصارات ديالو رغم بعض الغيابات، ولكن تيبقى بايرن ميونخ هو فريق كبير، وبحال والو يقدر ريال مدريد يعقد الامور على بايرن ميونخ. نتوما شنو التوقعات ديالكم لهذه المقابله؟ خليو التوقعات ديالكم والتوقعات ديال النتيجه ديال المقابله. انا كنظن على بان النتيجه غادي تخرج ب2-1 او 1-1. وانتوما شنو كتوقعوا لهذه المقابله؟ ما تنساوش الدعم ديالكم من القناه، راه حنا غاديين تنكبروا القناه. ما تبخلوش علينا بالاشتراك، اللايك فضلا وليس امرا. كان معكم عثمان، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.